لا ما ناخذهاش كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة النواب المحترمين، السيد الرئيس، السيدة والسادة الوزراء، شكرا على التفاعل ديالكم. وفي هذه الحكومة نهار اللي عرضنا عليكم البرنامج ديالنا قلنا بأنه في مختلف التوجهات ديالنا بأن هذه حكومة ديال المبادرة الحرة، la liberté d'entreprendre، لكنها كذلك بالخصوص هي حكومة اجتماعية بامتياز. ومن هذا المنطلق قلنا أن الهدف الأول ديالنا هو ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية. اليوم كتشوفوا كيفاش كنعطيو عناية خاصة لقطاع التعليم بهدف تجويد المدرسة العمومية، إعادة الاعتبار للأستاذ. والجميع شاف قبل أيام الحكومة وقعت مع المركزيات النقابية على اتفاق تاريخي لتحفيز الأساتذة، وهو الاتفاق اللي كيجاوب على مجموعة من الأسئلة والإشكالات اللي كانت في السابق، ومنها نظام التعاقد اللي أصبح اليوم من الماضي. عطينا اهتمام كبير لقطاع الصحة، ومنها نظام، وغادي نوصلوا لنظام صحي بجودة عالية ويكون في مستوى التطلعات ديال المغاربة ويستجيب لفلسفة الوصل الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية للجميع. ودائما في إطار الدولة الاجتماعية هناك تشغيل. كلكم لمستوا كيفاش أن الحكومة في السنة الأولى من بعد الجائحة جابت أجوبة سريعة على إشكاليات التشغيل من خلال مجموعة من المبادرات المبتكرة على الغرار ديال برنامج أواش ثم برنامج فرصة، وكيفاش شكلوا إجابات فورية لأزمة البطالة اللي سبتها الجائحة. لكن خلق المزيد من مناصب الشغل القارة ما يمكن إلا يجي بتحفيز الاستثمار، لأنه هو السبيل الوحيد لخلق مناصب شغل مستدامة. حنا كنتكلموا على الدولة الاجتماعية وما ننساوش بأن تمويل البرامج الاجتماعية كيحتاج لواحد المجهود استثماري كبير من طرف الدولة، وهذا كيفرض علينا مضاعفة الموارد المالية ديال الدولة حتى نجد حلول تمويلية للبرامج الطموحة خاصة في الجانب الاجتماعي. هذه البرامج خصها التمويل باش تضمن الاستدامة ديالها، والحل باش أن بلادنا تنجح اليوم سهل جدا. خاصنا نضاعفوا النسبة ديال النمو ونضاعفوا الناتج الداخلي الخام اللي غادي ينعكس بشكل اوتوماتيكي على ميزانية ديال الدولة. حضرات السيدات والسادة، صحيح أن الخيار الاقتصادي للمغرب مبني على الاقتصاد الحر والمبادرة الحرة ودعم الاستثمار الخاص، والحمد لله بلادنا قطعت أشواط في هذا الشيء في السنوات الماضية، والحمد لله أن بلادنا حافظت على التوازنات ديالها المالية في السنة اللي هي صعبة ارتفعت فيها الأسعار بشكل قياسي، خاصة أسعار الطاقة، ومستوى التضخم في العالم وصل لمستويات اللي هي قياسية. ورغم ذلك حققنا نسب نمو إيجابية فوق اللي فيه اقتصادات مجموعة من الدول كتنهار. الحمد لله رغم الأزمة بلادنا تمكنت من التحكم في مستوى التضخم، وتمكنت من تمويل مختلف البرامج الاجتماعية، وتمكنت كذلك من تمويل صندوق المقاصة اعتمادات مالية وصلت تقريبا ل 38 مليار ديال الدرهم في آخر السنة ديال 2020، من بعد ما كان عندنا في البيدجي في لوا فينونس 17 مليار ديال الدرهم. أنا شخصيا حريص في هذه الولاية على نخدموا باش يكون عندنا نرفعوا من الناتج الداخلي الخام، وهذا كيحتاج منا نتحكموا في الميزان التجاري. اليوم خصنا نرفعوا كذلك من قيمة الصادرات ديال بلادنا، في المقابل خصنا نخفضوا كذلك من حجم الواردات. كما كتشوفوا الحكومة ديالنا كتراهن بشكل كبير على الاستثمار العمومي، لذلك قررنا في قانون المالية لسنة 2023 رفع من الحجم ديال 300 مليار ديال الدرهم تقريبا، بعد ما كان في 2022 245 مليار ديال الدرهم، وفي 2019 كان 195 مليار ديال الدرهم. دزنا من 2019 ل 195 مليار ديال الدرهم الى 300 مليار ديال الدرهم هذه السنه ديال 2023. والقناعه ديالنا هو ان الاستثمار العمومي اليوم هو رافعه للاستثمار
الخاص هو اللي يمكن يلعب دور المحفز بالنسبه للاستثمار الخاص، وهو هما بجوج كيتمكنوا باش يخلونا نحققوا نسب النمو ديال اللي هي يمكن تكون كبيره. هذا الموضوع ديال الاستثمار اللي كيحظى بعنايه خاصه ديال سيدنا الله ينصرو حنا كنتابعوا داخل الحكومه بشكل مستمر مع يعني الوزارات المعنيه كلها. واليوم كنفتخروا ان الحكومه تمكنات في السنه الاولى ديالها من اخراج ميثاق الاستثمار الجديد، وكلكم كتعرفوا المخاض اللي عرفوا هذا الميثاق سابقا، والحكومه خرجته فقط في 9 أشهر. انا كنعرف بانه 6 سنين ولا 7 سنين في حكومات سابقه وحنا كنسمعوا الكلام على هذا الميثاق وما عمو ما جا. اليوم الحمد لله انه من بعد 9 شهور ما تنصبات الحكومه كان نقاش، كان حوار، ما كان سهل، ما كان صعيب، لانه يعني يمكنش نتفقوا على كل شيء، ولكن وصلنا لواحد النتيجه انه اليوم داز في جميع المراحل بما فيها التصويت في البرلمان. وهذا الشيء جا منين؟ جا لانه تحلينا بالجرأه. خصو الجرأه، ما ساهلش، خصو الشجاعه، وعملنا على اشراك جميع المتدخلين وجميع الفاعلين، والدعم ديال سيدنا الله ينصرو اللي تبع معنا جميع الخطوات، وترأس اجتماع خاص بالميثاق اللي عطانا فيه التوجيهات الساميه، وخرج القانون الاطار اللي مشكورين صادقتوا عليه، يعني في واحد الوقت اللي هو قياسي يعني داخل البرلمان. اكيد الكثير منكم قام بالاطلاع على الميثاق وناقشتوه في البرلمان، ولكن لابد نذكر يعني الاهداف ديالو الاولى. اولا الهدف الاول هو خلق مناصب شغل قاره. ثانيا تقليص التفاوتات المجاليه، ما يمكنش نبقاو غير في واحد لاكس ديال الاتلانتيك هو اللي الاتلانتيك نور هو اللي كيكون فيه الاستثمار. ثالثا توجه الاستثمار نحو قطاعات واعده. رابعا تعزيز الجاذبيه ديال بلادنا المغرب كوجهه استراتيجيه قاريه ودوليه. خامسا تشجيع الصادرات سي امبورطون الوطنيه، وتشجيع المقاولات القادره على التصدير وخلق القيمه المضافه. سادسا القدره على تجاوز الواردات. سابعا القدره على التنميه المستدامه، والحمد لله اليوم عندنا واحد 38% ديال لو ميكس انرجيتيك اللي هو من الطاقات المستدامه، ونتمنى على الله انه ان شاء الله في افق 2030 نوصلوا ل 50%. ثامنا تحسين المناخ ديال الاعمال وتوفير جميع الشروط امام الاستثمار. ما نساوش بانه في السنه الاولى من عمر الحكومه اشتغلنا على واحد المجموعه من المسائل اللي كانت في صالح المقاوله وفي صالح الاستثمار. اشتغلنا على مدونات الصفقات العموميه، مازال السي القجع غادي يخرج وغادي يفسر الدور ديال هذه الصفقات، يعني اولا في الشفافيه وتعطي الامكانيات للقطاع الخاص باش يمكن يستثمر بكل اريحيه وبكل شفافيه. دبرنا كذلك تدابير استثنائيه للتخفيف من اثار ارتفاع الاسعار. عقلتوا فاش لي بري ديال الثمنات ديال لي كونستركسيون ديال الحديد وديال السيما وديال لي زامبورطاسيون، كلشي طالع للسما، وواحد الوقت لي مارشي بوبليك وقفوا لانه الاثمنه ما بقاوش هذا، ودخلنا ودانا واحد الدوريه وعطينا امكانيات باش الحركه والديناميه والعجله ما توقفش، وكان تجاوب سريع في بعض الاسابيع باش يعني المقاولات ديالنا يبقاو غاديين. ثانيا كان واحد القانون ديال اجل الاداء ما عطاش نتيجه، جبنا قانون جديد لانه المقاوله يعني معرضه للافلاس، وبالخصوص المقاوله الصغيره والمتوسطه اللي كيتعطل عليها يعني لي بايمون. دونك جبنا قانون اللي داز عندكم هنا وانتم مشكورين، وان شاء الله اللي غادي يخلي انه غادي يعطي امكانيات الان يعني براغماتيه، انه بلي يكون هذا القانون موجود يعني الناس غادي تفضل تخلص ولا تخلص هذاك لي تو دانتيري. ثالثا ما نساوش كذلك انه في هذه السنه اللي كانت صعيبه خلصنا 17 مليار ديال الدرهم ديال التي في كان متاخرات ديال التي في
يعني لإنعاش السيولة ديال المقاولات. 17 مليار ديال الدرهم في واحد العام اللي هو صعيب ديفيسيل، فيه الانفلاسيون، فيه لا دوموند، فيه لا بريسيون سوسيال، فيه واحد العدد ديال المكتسبات الاجتماعيه اللي تعملات. رابعا مراجعه الضريبه. دابا كنتكلموا كنقولوا حنا عاوننا الكبار، لا، خصنا نقولوا الحقيقه. كنا في 31%، الشركات اللي 100 مليون ديال الدرهم ديال الارباح الفوق طلعناهم ل 35%، دونك طلعنا عليهم الضريبه، رغم انه يعني هذه ضريبه تحسب من يعني الان من اكبر ديال الضريبات اللي يعني اللي موجوده في المحيط ديالنا. والاخرين اللي هما تحت 100 مليون ديال الدرهم وكانوا في 31% هبطناهم في 20%. اما هذوك اللي كانوا في هذوك لي طول اللي كتقولوا تقريبا 98% ما كانوش كاع كيخلصوا الضريبه، وما كاينش واحد لامباكت اللي هو امبورطون. دونك اليوم عندنا جوج ديال القياس، جوج ديال اللي سميتو من غير ابناك 20% و 35%، والامور واضحه، وبانه الكبير غادي يخلص اكثر، اللي كيعمل ارباح اكثر، واللي كيعمل ارباح اللي هو قل راه غادي تعطيه الامكانيات. واليوم 20% راه هي يعني واحد العدد ديال الدول الاوروبيه اللي هي كتعتبر راسها في التنافسيه وداك الشيء عاطيه 20%. دونك سي ان تري بون طو يعني بور سميتو. ولكن مع الاسف كنتجاهلوا هذا باش نغطيو. هذا هو لو طو لو بلوز امبورطون. لا بلوبار دي زونتربريز ديال لي بي ام هذا عندهم 20% ديال الضريبه اليوم. اللي ما كيبغي يتكلم عليه حد، كاين اللي بغى يتكلم على 35% ولا يتكلم على 10%. اليوم بغيت ناكد لكم ان الاقتصاد الوطني بخير الحمد لله، لانه رغم تعرفوا بانه الحمد لله على هذه الامطار الخير، ونتمنوا مازال يعني العطي يعطي ان شاء الله. وخرجنا من سنه فلاحيه جد صعيبه كي ديزيكيليبري لوفر لا دوموند، يعني في واحد العدد ديال المنتوجات من بعد واحد السنين اللي هي ديال 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 ديال, ديال الجفاف. ولكن رغم انه الفلاحه رجعت ب 13% تقريبا في لا كرواسونس ديالها، بقينا في 1.5، بقينا في لا كرواسونس يعني 1.5% ديال لا كرواسونس. كذلك ان شاء الله كنتوقعوا نوصلوا خلال هذه السنه الجاريه ان شاء الله ب 4% كنسبه النمو. وبيان سور تو ديبون ديال لا بلوفيوميتري، من الامور غدا للامام، وان شاء الله 4% يمكن نوصلوا لها. كذلك زدنا، انا قلت رغم ان المجهودات الماليه الكبيره اللي تعملات، راه زدنا 17 مليار ديال الدرهم في التي في يعني اللي خلصنا الناس. خلصنا الناس 17 مليون ديال الدرهم زايده في المقاصه ما كانش في الحساب. الدعم ديال النقل كل شهر 700 مليون ديال الدرهم شهريا ديال القمح باش يبقى الخبز يعني في الثمن ديالو. 14 مليار ديال الدعم للحفاظ على اسعار الكهرباء باش هذاك الثمن ديال الكهرباء يعني ما يتبدلش من المكان ديالو. ورغم هذه التحملات الاضافيه اللي بلي كتحسبها هي فوق تقريبا من 40 مليار ديال الدرهم اللي تحملتها الخزينه ديال الدوله، رغم هذا 40 مليار ديال الدوله اللي سميتو ما كملش، رغم هذا 40 مليار ديال الدرهم اللي تحملات الخزينه ديال الدوله، وكما كنقولوا دائما الحمد لله هذه البلد فيها البركه، ما تزاوش العجز بنسبه 5.1%. وكان التوقع ديالنا في لا لوا دو فينونس اللي هذا هو 5.9. دونك اقتصدنا 0.8% من الديفيسيت. هذا تقريبا كيقرب المليار ديال الدولار، وكيخلي المديونيه ديالنا ان تستقر في 69%. وبان الحمد لله لي زانديكاتور راكم شفتوا الفون مونيتير انترناسيونال لي ديكلاراسيون ديالو اللي دار على المغرب، وشفتوا بانه كاين امكانيات ديال التمويل. حنا الان حاولنا نستعملوا الامكانيات ديال التمويل داخل البلاد، ولكن الوقت اللي تتيح الفرصه غادي تتيح الفرصه لحاجه اخرى ان شاء الله. والامور اللي كنشوفوا يعني انه الفون مونيتير انترناسيونال كيقول بانه يعني الدعم ديالنا في السياسه البوبليك ديال الدوله فيما يخص واحد العدد ديال الميادين كانت يعني صائبه وفي المحل ديالها، ما يمكن لنا الا نفتخروا. الانفلاسيون
يمكن نكونوا تو دو 6%، يمكن 6.5 من 6%، ولكن كان يمكن لنا نكونوا اكثر من 10%. يعني لا كنت ما كانش هذا الدعم، والدعم من السنه المقبله ان شاء الله نتمنوا ان نكونوا في 4 ولا في 4.5%، وحنا غاديين ان شاء الله. لابد من نذكر بانه كنا سادين 2 شهور في جونفي وفيفري، ما كانت السياحه في بلادنا، ورغم ذلك يعني شهرين ما خدمناش. الى قارنا هذه السنه مع السنه ديال 2019 اللي كانت سنه كامله ومزيانه وما فيها لا كوفيد لا والو، فوصلت المداخيل ديال السياحه ل 82 مليار ديال الدرهم، وتزاوبت تقريبا يعني رجع درنا داك الشيء اللي درنا في 2019 112%، اكثر من داك الشيء اللي درنا في 2019، وهذا يعني شيء جد ايجابي اللي هو كنرتاح ليه. انا بغيت قبل ما سميتو من غير هذه الارقام، قبل ما نختم نقول بانه لا تمركز حنا خدامين فيه. يعني كتبت دابا وثيقه مشات عند اعضاء الحكومه اللي كتبين كيفاش يكون التنظيم على المستوى الاداره المركزيه والتنظيم على مستوى ديال الجهات. ما يمكنش انه كل وزاره يكون عندها المندوب ديالها ولا المدير الجهوي، لابد من بعد التكتلات. كاين بعض الوزارات اللي خصهم يكون عندهم، لانهم عندهم خدمه كثيره وعندهم العمل كثير، وكاين اللي خصهم يتكتلوا، وداك الشيء خصو يفو يعني كل الادارات يتفقوا بيناتهم. وكذلك انه بعض القرارات ديال داخل هادشي ديال لا ديكونسونطراسيون بما يخص الاستثمار انهم خصهم يعطوا كذلك الميدان على المستوى الجهوي. واتفقنا على واحد العدد ديال القرارات اللي كيتخذاو اليوم في على المستوى الوطني باش يهبطوا. دونك هذا الشيء كله بهذا البرنامج وداك الشيء كانت لجنه اشتغلنا، شفتنا البرنامج، صيفطوا للوزاره. الان كنتسنى يعني الجواب ديال الوزاره في هذه الاسابيع المقبله بجوج ان شاء الله، باش نديروا التحكيم ديالنا باش نخرجوا هذا الشيء ديال الديكونسونطراسيون يعني ديفينيتيفمون. في القضيه ديال التسهيلات ديال الاستثمار، التسهيلات ديال الاستثمار انا الا سمحتوا نتكلم على 2 ولا 3 د الحوايج. اولا في التسهيلات غادي نمشيو بعدا واحد 2 المبادئ. شي واحد اللي غادي يدير واحد الاستثمار وحط لا دوموند ديالو واحد لوتوريزاسيون، واحد التصريح باش ياخذو، الا كان السيلونس يعني السكات كاينش الجواب، صافو اوتوريزاسيون على فينير، غادي نتفقوا على واحد لو ديلي ان شاء الله اللي غادي نخرجوه. النقطة الثانية الإدارة بلي غادي تحط عندها واحد الدوسي ديال الاستثمار. إلا كانت هذه المعلومة أو هذه الشهادة اللي كتطلب يمكن تعطيها من إدارة أخرى، أنت كمستثمر الخدمة ديالك ماشي تدور على الإدارات باش تجمع لي دوموند باش تمشي تحطهم عند واحد السيد باش يشوف واش ناقصين ولا لا. الإدارة ملزمة باش تاخذهم بيناتهم ويديروا بيناتهم لانفورماسيون روغوبي ويعملوا هادو 2 حوايج اللي هادو 2 حوايج غادي يسهلوا المأمورية. ثالثا المناطق. ثالثا تكلمنا بزاف على المجال، الديكري اللي خرجنا فيه دي ريجيون اللي هما نوتر، فيه لا ريجيون A ولا ريجيون B على حسب يعني الضعف ولا الامكانيات اللي كاينين في المناطق. كنهضرش على ريجيون، كنهضر على لي بروفانس. دونك كاين بعض المناطق انه مثلا استثمار في زاغورا ولا بولمان. انا اعطيك حتى الاغلبيه راه عندها في زاغورا. انتو لا، زاغورا وبولمان كاينه عند الاغلبيه، وقيلا نتوما اللي ما عندكمش.
وخليني الحمد لله. قلتي كتوجدوا. دونك باش نرجع لو كا ديال سميتو دابا الا كانت في واحد المنطقه اللي هي نائيه وهذا وخصها هذاك الاستثمار، لا سوبونسيون يمكن توصل ل 30% من المشروع، لا سوبونسيون جلوبال. لو فيت انك اخترتي تمشي لزاكورا عندك 15% من النص ديال هذيك لا سوبونسيون اوتوماتيكمون، 15% كتمشي ديريكتومون لهذيك المشروع. اذا واحد السيد اللي غادي يستثمر 100 مليون ديال الدرهم، عنده 15 مليون ديال الدرهم توت سويت اعانه ديال الدوله لانه اختار هذيك المنطقه. هذا تحول كبير للتوازن المجالي ديال بلادنا ان شاء الله اللي غادي يشتغلوا فيه. وشكرا لكم. شكرا سيد رئيس الحكومه المحترم على مساهمتكم. ننتقل الى الجلسه